السلام عليكم ورحمة الله أخوتي. مرحبا بكم في هذا الفيديو لمتابعة أشغال الملاعب وأوراش البنية التحتية المغربية. جديد هذا الفيديو إن شاء الله غادي نشوفوا آخر الصور لأشغال ملعب طنجة على مستوى تغطية الملعب. أكيد كان هناك تباطؤ على هذا المستوى أو هذه المرحلة اللي هي مرحلة رفع السقف أو الحلقات الملعب، على الرغم أنها كانت جاهزة للرفع. كيف ما سبق وشاركنا معكم المراحل الملعب من البداية على الصفحة ديالنا في الفيسبوك، ولازلنا مستمرين بإذن الله. لكن كانت هناك مشاكل ربما كانت تواجه فريق العمل أو الناس المشرفين على هذا المشروع، لكن كانت الأشغال مستمرة على عدة مستويات، منها إتمام عملية تغليف الملعب على مستوى المظهر الخارجي والاشتغال على البنية التحتية داخل الملعب وخارج الملعب. وأكيد هذه المرحلة اللي كان كل شيء كينتظرها اللي هي مرحلة رفع السقف الملعب. وللإشارة أن هذا اليوم هو اليوم الثالث لبداية هذه العملية. كيف ما كنشوفوا عملية الرفع تمت بنجاح ولله الحمد. كنبغوا نقدموا التحية لأي واحد من البعيد والقريب من المشتغلين والمسؤولين وكيسابقوا الزمن باش يقدموا لنا صرح من هذا الحجم وبهذه الكيفية وبهذا الجمال وفي وقت وجيز اللي اليوم وغدا غادي نفتخروا به. إكراما لهذه المجهودات الجبارة من المشتغلين كانت هناك مأدوبة غداء، حاجة اللي هي مزيانة، ونشكر الناس اللي داروا هذه المبادرة. وخا هاد الناس يستاهلوا أكثر لأنهم حقا أبطال. مهم أخوتي، لازلنا مستمرين في مواكبة الملاعب المغربية اللي غتحتضن كأس إفريقيا اللي غتحتضنها بلادنا إن شاء الله. خليكم في متابعة الصفحة باش تعرفوا على كل ما هو جديد وآخر التحديثات.